السلام عليكم مشاهدي قناة صلاح، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم فقاس اقتصادي وكيخرج كمية كبيرة بمقادير اللي هي بسيطة. كيف قلت لكم كيعطيكم كمية اللي هي كبيرة وبدون كسور، ما كتكونش فيه الضيعة كيف ما شفتوا معايا. فقاس ناجح 100%. غادي نخليكم مع المقادير والطريقة، وحتى المبتدئات يقدروا يصايبوه ويعطيهم نتيجة رائعة. بالنسبة للمقادير، عندي كاس ديال الحليب، 2 معالق ديال النافع، كاس ديال الزنجلان، زلافه ديال السكر سنيده، 2 اكياس ديال خميره الحلوى، وصاشي ديال زهره البرتقال. ضروري نديروا هاد زهره البرتقال. زلافه ديال الزيت، 5 ديال البيضات، وزائد بيض ديال البيضه وحده وحيدت ليها الصفار، يعني 6 ديال البيض نقي الصفار. وغادي نحتاج ليها واحد صاشي ديال نسكافيه، غادي نستعملها باش نزين الفقاس ديالي. والكميه ديال الطحين كتبقى على حسب العجين. كناخذ هنايا اناء اللي غادي نخلط فيه، كنديروا طبسيل كبير اولا قصريه ولا اللي كاين، كنديروا فيه البيض. يعني كندير 6 ديال الحبات ديال البيض، كنحيد منهم غير صفار واحد، وكندير شويه ديال الملحه. كندير هاد الساشي ديال زهره البرتقال، الا كانت متوفره من الاحسن نديروها هي، والا ما كانتش متوفره نديروا فاني عادي. ولكن هاد الكيس ديال زهره البرتقال كيعطي واحد البنه رائعه، وانتم كتحمروا فيه ولا انتم كطيبوا فيه، واحد البنه كتخرج منه، واحد الرائحه كتخرج منه رائعه. ما نقولش لكم، واكيد ملي غتجربوها عاد غتعرفوني علاش كنهضر. كنخلطوا هنا مزيان هذاك السكر والبيض. ضفت هنايا زلافه ديال السكر سنيده، نفس الزلافه اللي غنعبروا بها السكر هي اللي غنعبروا بها الزيت. كنخلط مزيان، وضروري نخدموا البيض مع السكر في الاول هكا باش يعطينا فقاس اللي كيكون مثقب من الداخل وما كيكونش مدقص، ما كتكونش العجينه ديالو مدقصه، وكيكون فقاس ناجح. حتى ولو كنتو غتديروه من اول مره بالنسبه للمبتدئات، من اول مره غادي يصدق معهم اكيد. غير جربوه وبعينكم مغمضين. وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب، كاس ديال الزنجلان اللي كيكون مغسول ومنقي، 2 معالق ديال النافع اللي حتى هما كيكونوا منقين. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى كينسجموا ليا كاع العناصر اللي انا مستعمله. عاد غادي نضيف عليهم الطحين. صافي، هنا كما كتشوفوا بعد ما تخلط ليا هاد المقادير كلهم، غادي نضيف الطحين شويه بشويه وانا كنجمع. وغادي نزيد عليهم 2 خمارات ديال الحلوى. بالنسبه للخمارات، كل وحده فيها 7 غرام، يعني 14 غرام بجوجات. غادي نبقى كنجمع. انا هنايا درت هاد الطبسيل اللي كان شويه صغير، من الاحسن ديروا قصريه كبيره وتخدموا فيها على خاطركم، ولكن ماشي مشكل، غادي نخدم فيه. هنا كنزيد الطحين وكنزيد الاكياس ديال الخميره. كيف قلت لكم الاكياس بجوج كيحتويوا على 14 غرام، كل وحده فيها 7 غرام. صافي، وغادي نبقى كنجمع حتى كنحصل على الخليط ديال الفقاس. غادي نشوفوه معايا كيفاش كيكون. ما كنقصحوش العجينه بزاف، نبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه باش ما تقصحش لينا العجينه في الاول، وما نصيبوش كيفاش غادي نديرو باش نرخفوها. نبقاو نضيفو الطحين غير شويه بشويه تنحصلوا على القوام المطلوب. ما نديروش الطحين دفعه واحده، الا دفناه بحال هكا مره واحده تقدر تجينا قاصحه. شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا، راه العجينه رطبه. وكنبقى كنزيد الطحين غير شويه بشويه وانا كنجمع حتى كتجمع ليا العجينه. غادي نحيدها من هذا الطبسيل، غادي نحطها فوق سطح العمل، وغادي نزيدها شويه ديال الطحين لانها باقا مرخوفه. صافي، هنا كنبقى كنجمع فيها بحال هكا. ولا بان ليا خاصها الطحين كنزيدها شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي كيكون ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش مرخوفه بزاف، على هذا الشكل هذا. وغادي نقسمها كويرات. بالنسبه لهذه الكميه ديال العجين انا غادي نقسمها على 6 ديال الكويرات. الا هذا القياس هذا اللي كتقسموا عليه هو اللي كيعطيكم الحجم ديال الفقاس، واش كبير ولا صغير. الا بغيتوا فقاس اللي هو صغير تقدروا تقسموا هذه الكميه ديال العجينه تقسموها على 6،
على 8 اولا 7 ديال الكويرات. بالنسبه لي انا غادي نقسمها على 6، وغادي الفقاس ديالي بغيتو يجيني كبير، ما بغيتوش يجي صغير. بالنسبه لكم القياس نتوما اللي كتحكموا فيه. الا بغيتو الفقاس ديالكم كبير قسموها غير على 6 كيف ما درت ليها انا، وإلا بغيتوه يجي صغير قسموها على 7 اولا 8. هكا نتوما اللي كتحكموا في القياس ديال الفقاس ديالكم. وكل حربول كندير ليه هاد الطريقه هذه صافي، وكنهزو كنحطو في اللاطه اللي كنكون دهنتها بشويه ديال الزيت. العجينه كيف ما شفتوا راه ما كتكونش قاصحه بزاف، هكا الا قصحتوها بزاف غادي غير تدخلوها للفران غادي تشقق لكم الفقاس ديالكم من الفوق. وهكا تبغيو تقطعوه غادي تخرج فيه الضياع. من الاحسن تخليو الفقاس ديالكم العجينه ديالو تكون عاديه، ما تكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني مرخوفه بزاف. صافي غادي نكمل هاد الحرابل هادو كاملين، غادي نحربلهم نحطهم في اللاطه. انا سبق لي وحضرت معكم فقاس في القناه ديال اللوز، ودابا درت معكم ديال الزنجلان وديال النافع. اللي بغى ديال اللوز غادي يلقاه كاين في القناه، اولا تلقاوني حطيت لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنايا لاطه درت فيها 4، ولاطه واحده اخرى غادي ندير فيها هاد الجوج هادو صافي. وغادي ندهنهم بصفار البيض اللي كنت خليته في الاول مع خلطته مع نسكافي. ديروا هذيك الساشيه، اولا الا كانت عندكم نسكافي ديروا معلقه صغيره. كنخلطوها مزيان مع هذاك صفار البيض، وكندهن بها الفقاس ديالي كامل بهذه الطريقه. كاين اللي كيبغي يدير الكاكاو في بلاصه نسكافي، ديروا الكاكاو ماشي مشكل، بحال صافي. غادي ندهنهم كاملين بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا معايا. وهنا بعد ما دهنتهم كناخذ شوكه وكنقلبها الظهر ديالها هو اللي كنشرط به بحال هكا. كندير هاد الاشرطه فوق من الفقاس ديالي، كيعطيها هاد الزخرفه كتكون زوينه بعد ما كيطيب الفقاس. كيبانوا هذوك الخطوط ديال نيسكافي كيجيو زوينين في الشكل ديال الفقاس ديالنا. وهنا غادي ندخلو الفران طافي مازال بارد، ونشعلو نرخف عليه ونخليه يطيب على خاطرو غير نص طيبه. نخليه يطيب تقريبا واحد المده ديال ساعه، عاد كنخرجو كيكون على هذا الشكل هذا على عافيه مهيله. كيف قلت لكم ما تجهدوش عليه البوطه، الا جهدتوا عليه راه غادي يتشقق لكم وما غاديش يطيب على خاطرو. بعد ما خرجته درت لي بحال هكا سربيته اللي هي فازقه وعصرتها وغطيت عليه وخليته ليله كامله. انا ما زرباناش عليه، خليته ليله كامله والغد ليه عاد غادي نحمرو. وبالنسبه لكم الا كنتو زربانين عليه وباغيين توجدوه في نفس الوقت غادي تغطيوه بهذيك السربيته اللي هي فازقه، كتفزقوها وتعصروها شويه وكتغطيو عليه 3 ولا 4 ديال السوايع كيكون برد صافي وتقطعوه. بالنسبه لي انا هنا ما كنتش زربانه عليه، غطيته وخليته ليله كامله. والغد عاد رجعت ليه كناخذ شي سكين اللي يكون حاد، ضروري يكون سكين حاد، وكنبداو كنقطعوا بحال هكا تقطيعه اللي هي مائله باش كيعطينا فقاس اللي هو كبير كيف قلت لكم، وكيجي الشكل ديالو زوين. شوفوا هنايا الفقاس انا كنقطعو العجينه ديالو كتكون مخرقه من الداخل، ما كيكونش العجينه ديالو مدقصه لانه في الخليط صايبنا ليه الخليط مزيان، وفي الطياب طيب على خاطرو. قلت لكم ساعه ديال المكانه كتكون في الفران على عافيه مهيله، وندخلوه الفران اللي هو بارد ما يكونش فران سخون. وكيف شفتوا معايا كنقطعوه بدون ضياع، ما كتكونش فيه الضياع بصفه نهائيه. بالنسبه لكم هذا الفقاس الا جربتوه اكيد غادي يصدق معكم 100%، لان المقادير ديالو مضبوطه والنتيجه كتكون رائعه بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه للسيدات اللي كيصايبوا الفقاس واحترافيات في الفقاس. راه حنا كناخذوا من عندهم وكنتعلموا منهم. وبالنسبه اللي غادي يبداو اول مره، كاينين البنات اللي يلاه غادي يبداو اول مره يصايبوا الحلوى ولا كيصايبوا شهيوات كيبغيو نصائح كتكون شامله كنعطيوها لهم. كيف ما شفتوا معايا ما كاينش ضياع نهائيا. صافي كنستمر بحال هكا كنقطع دائما، كنقطع شكل مائل وكنستف في اللاطه ديالي وغادي ندخلو الفران يتحمر. بالنسبه للتحمار حتى هو ضروري اننا نحمروه على عافيه مهيله، ما تكونش البوطه مجهده. الا جهدنا عليه الفران غادي يتحرق وما غاديش يتحمر على خاطرو. هنا غادي نخليوه يتحمر على خاطرو، وبعد ما يتحمر ليه للجهه نقلبوه يتحمر على الجهه الاخرى ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وكان هذا هو الفقاس ديالنا
بعد ما حمرته على عافيه مهيله كيف قلت لكم، كنخليه يتحمر على الجهه، وبعد ما كيتحمر كنقلبوه يتحمر الجهه الاخرى. شوفوا الفقاس كيفاش كيجي، كتجي التقطيعه ديالو رقيقه، ما كنغلظوهاش بزاف، كتجي رقيقه وكيجي مخرج من الداخل، مهوي، ما كيكونش مدقص. فقاس اللي ناجح 100%، والبنه ديالو رائعه بهذاك النافع اللي استعملنا فيه وبزهره البرتقال. انا كنحمر فيه واحد الرائحه طالعه رائعه، نتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيجي بنين، ومقادير اللي هي بسيطه كتعطيكم كميه اللي هي كبيره كيف شفتوا معايا. تقريبا 2 كيلو ديال الفقاس كتخرج لكم كميه اللي هي وفيره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء لكي تعم الفائده. وكنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.